نصيحة مهمة جدا لطلاب الثانوية العامة. احنا عارفين ان كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله، ايام قليلة وسوف يبدأ ماراثون امتحان الثانوية العامة. فنصيحة مهمة جدا لأي طالب في الثانوية عامة، بجد هتلاقي فرق كبير جدا لو عملت النصيحة اللي هقولك عليها دي. انا عارف ان معظم طلاب الثانوية العامة الايام دي بتسهر بالليل وبتذاكر وبتجتهد. النصيحة هي ما تنامش بعد الفجر. ظبط يومك بحيث ان بعد صلاة الفجر ان شاء الله ما تنامش. ابدأ يومك بدري، ابدأ يومك من بعد الفجر وشوف الفرق. الفجر بيبدأ الساعة 4:15، فانت معاك بقى تصحى من الساعة 4، معاك الساعة 4 و5 و6 و7 و8، حوالي 5 ساعات والناس لسه نايمة. فهيبقى في بركة كبيرة جدا في الوقت، هيبقى في بركة كبيرة جدا في الوقت. وجربها اول يوم هتعمل كده، هتلاقي نفسك مش قادر وهتنام. لا، اضغط على نفسك اول يوم بس، لانك انت اوريدي متعود انك تصحى متأخر. لا، اصحى بدري ونام بدري. لو عملت اول يوم كده هتيجي بعد العشاء بالظبط تلاقي نفسك مسقط وعايز تنام، فهتنام وتلاقي نفسك صاحي الفجر بالظبط مع نفسك. اعمل بس وظبط نفسك الايام اللي جايه ديت وشوف الفرق. في خلال اسبوع بس هتلاقي نفسك عندك كميه وقت وفي بركه كبيره في الوقت. يبقى عشان تظبط البرنامج بتاعك، البرنامج اليومي بتاعك، ويكون عندك كمية وقت كبيرة، ما تنامش بعد الفجر. خلي يومك يبتدي بدري من بعد الفجر. وربنا يا رب يوفق كل طلابنا اللي في الثانوية العامة، وكل واحد يحقق أحلامه واللي بيتمناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.